الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان لهذا العام المبارك الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام وشهر بركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما زلنا مع الصلاة وما زلنا مع الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. وقال صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. هذا التأكيد على قضية الوضوء ليس لأن الوضوء نظافة للظاهر وحسب، ليس لأن الوضوء نظافة للظاهر وحسب، وإلا فلو أن إنسان خارج من حمام أو خارج من بحر ومغتسل وتمام التمام لكنه لم ينوي وضوءا ولم يسمي الله سبحانه وتعالى ثم أذن للصلاة فلابد أن يتوضأ. ولو أن إنسان كان مغتسل فتوضأ ثم أحدث لابد أن يتوضأ مرة أخرى مع أنه نظيف. فالقضية ليست قضية نظافة شخصية فحسب، وإن كانت هذه من مقاصد الشريعة الإسلامية نظافة الظاهر. لذلك نستطيع أن نقول أن الوضوء وضوءان: وضوء الظاهر ووضوء الباطن. لذلك لابد على كل مسلم أن يؤكد على نفسه وهو يمارس عملية الوضوء تطهير، كما أنه يطهر الأعضاء الظاهرة فلا بد أيضا أن يطهر الباطن ويتخلص من أقدار نفسه التي تراكمت في داخله من غل وحسد وتنافس وريبة ونميمة وأنانية وكذب وخداع ومكر وجحود ونكران الجميل وأذى وحدة لسان وصلاة اللسان ودناءة نفس ومعاصي ظاهرة ومعاصي باطنة وسوء ظن وسوء قوية. كل هذه الأمور لابد الإنسان أن يتخلص منها وهو يمارس الوضوء. لابد الإنسان أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى أن يتطهر من كل هذه القذارات التي أصابت نفسه. ولو على واحد كل وضوء يشيل كل وضوء يشيل شوية بحيث تكون بعد الوضوء قادر على إخلاص وجهك لله، قادر على توجيه بوصلة القلب لله سبحانه وتعالى. يا جماعة الذنوب بتخلي القلب يحمد. الذنوب تخلي القلب يحمد. عشان كده الرياء قرين المعصية، والإخلاص قرين الطاعة. والصلاة إذا حسنت حياة الإنسان كلها ستحسن وسيستطيع أن يواجه المشاكل والمعاصي التي تواجهه في هذه الحياة. طب إذا صلى ولسه هو زي ما هو يبقى أكيد في خلل، يبقى أكيد صلاته دي ما انضبطتش بالوضوء ابتداءً. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يصلي الليل ثم يصبح فيسلم فقال ستنام صلاته. هيجي يوم وتنهى صلاة. طيب لو صلاتك بقى لم تنهك يبقى أكيد أنت لم تستقبل هذه الصلاة بوضوء صحيح
زي ما في صلاه خداج في وضوء خداج. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب، لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب، وكل ذي امر لا يبدا فيه بحمد الله فهو خداج. فكذلك كل صلاه لا يبدا فيها بوضوء كامل غفرت فيه الذنوب قبل دخول الصلاه فهي صلاه خداج بوضوء خداج نقص. هي صلاه خداج بسبب وضوء خداج ناقص لم يتوضا فيه لله كما ينبغي، لم يتوضا فيه لله كما ينبغي. هذا امر خطير جدا لابد ان ننتبه اليه. طيب احنا ليه مش مستحضرين ان الوضوء عباده مستقله؟ مش مستحضرين ليه ان الوضوء اصلا شغال على الباطن مش على الظاهر فحسب؟ ده هو اصل شغله على الباطن. اصل الوضوء اصلا على الظاهر، على طهاره الباطن، والطهاره ظاهره تابعه لطهاره الظاهره دي اخر حاجه تفكر فيها واحنا بنتوضا. انما اساس تفكيرك واساس تركيزك واساس نيتك ان وانت بتتوضا بتغسل قلبك وبتطهر نفسك من الذنوب والمعاصي. مشكلتنا احنا بقى في التكرار والالفه والاستعجال. عشان كده ننصح اي واحد عاوز يتوضا لابد ان هو يتوضا وهو مش مستعجل. اللي بيحصل ايه؟ الاذان بيبدا بتتاخر بتقيم الصلاه، اول ما تسمع الصلاه تسمع الاقامه تقوم جاي تتوضا عشان تلحق الصلاه. فبالتالي هذا الوضوء السريع اللي ما استحضرتش فيه معاني الايمان ضاع. بقى شويه وقت تحضرهم على وشك في ايه؟ تصلي زي واحد حرام ويحط ميه على وشه عشان يبرد نفسه. انما معاني الوضوء القائمه على تطهير القلب لابد لها من وقت. ان انا وانا قايم واتوضا ابدا احس بتغير في قلبي وابدا احس بحاجه نفسي الى تطهيرها قبل دخول الصلاه. فلازم الوضوء زي ما الصلاه لازم تاخد وقتها، الوضوء كمان لازم ياخد وقته. وزي ما انا المفروض مطالب ان انا اعيش معاني الصلاه كذلك المفروض ان انا اعيش معاني الوضوء. فصرنا الان منشغلين بمعاني الوضوء. ما هي مقاصد الوضوء في الاسلام؟ فلسفه الوضوء في الاسلام، فكره الوضوء في الاسلام، معاني الوضوء في الاسلام. كل ده ضيعته الالفه والتكرار. ان بقى اتفضل وانا بطلع اجري عشان الحق الصلاه والحق تكبيره الاحرام. مع الزمن والتكرار والالفه تحولت العبادات لدى معظمنا الى عادات. بغسل وشي قبل ما اجي اصلي. والوضوء بالذات بقى من الحاجات اللي بتتاخد في الرجلين. فبقى مجرد عاده، مجرد ممارسه روتينيه لا تخلف كثيرا من اثارها في قلب العبد. لا تخلف كثيرا من اثارها في قلب العبد. لذلك اليوم النهارده لابد ان نعيد اكتشاف الوضوء من جديد. يعني يا جماعه بالله عليك انا عاوزك تتخيل اول مره سيدنا عمر اتوضا فيها. اثر الوضوء على نفسيه سيدنا حمزه عليه السلام. وهم ما شافوش العباده دي قبل ايه؟ قبل كده. في دكتور كبير جدا 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 من مؤسسي الاقتصاد الاسلامي اسمه الدكتور عيسى عبد. اسمه الدكتور ايه؟ عيسى عبد. الدكتور عيسى عبد ده والده كان نصراني، كان طبيب نصراني، دكتور طبيب نصراني. وكان متفوق جدا. كانت المدارس ايام زمان مدارس، فكانوا بيعملوا جروبات. بيعملوا ايه؟ جروبات كده كل 3 عيال متفوقين مع بعض، 3 متوسطين مع بعض. خلاص كده؟ فعبده ده هو نصراني كان طالب متفوق، جه حظه مع 2 طلبه مسلمين شاطرين جدا متفوقين زيهم. فقالوا انتوا ال3 بتطلعوا الاول على الفصل، انتوا 3 مع بعض. انتوا جروب متعافي كده تذاكروا مع بعض وتحلوا كل حاجه مع بعض، الاكسرسايز كلها مع بعض والكويز كله مع بعضه، انتوا شغالين مع بعض. كلام جميل كلام جميل. والخدنا اولى ثانوي مع بعض والثانيه ثانوي مع بعض وقاعدين. قلت لهم يا جماعه نحمسها مع بعض. كل ما يجي وقت الصلاه قوموا صلوا وانا قاعد بتفرج عليها. وهو احنا حاجه من اثنين، يا تقنعوني يا ايه؟ يقنعكم. وعموما
انا عاوز اشوف الصلاه انتوا بتصلوا دي بتصلوها ازاي واصلي معاكم. تروح تصلوا العصر هو بس ما ينفعش تصلي تتوضى الاول. فبيقول لما كنت اتوضيت معاهم في فناء البيت كده وبدات احط الميه على ده بقى محل شاهد، وبدات احط الميه على وشي واغسل ايدي زي ما بنعمله واغسل رجليا، انا حسيت ان انا غسلت النور، حسيت ان انا اتغيرت، حسيت ان انا نضجت، حسيت ان انا مشيت طبيعي. وطبعا كانهم يتحاوروا وسابوا ثانويه سنتها وسقطوا هم الثلاثه، وبعد كده ضربتهم بقت بجلال اشهر 3 عيال في المحافظه سقطوا، وبعد كده قال لك احنا بنأجل موضوع الاسلام ده لغايه ما بنخلص الثانويه، وعدت السنه هم الثلاثه وخلصوا الثانويه، وهو واحد من زمايله دخل الطب والثاني دخل كليه حقوق، وايام زمان كانت كليه حقوق دي اعلى يعني كليه في مصر. وخلصوا نفسهم وبعد كده بقى كمل طريقه واسلم في سنه 5 كده. ووالده كان راجل ارستقراطي كبير كرشه من البيت، وبعد كده بقى دكتور كبير وكان بيقبض 10 جنيه ذهب ايام زمان، كان الجنيه ده ايام زمان كان 4 جنيه ذهب وربع. واتعرف على الشيخ بتاع الجامع كده واتجوز بنته وربنا كرمه، واول ما خلف ولد سماه عيسى. فلما عيلته عرفت انه سموا الولاد عيسى كلهم جم بقى يزوروه ويباركوه وبتاع، عشان تشوف عيسى ده. طبعا حماه شك في ايه؟ في اسلامه، قال له عرفني انت مسلم ولا مسيحي؟ قال له يا عم انا مسلم ومسلم وواحد بالله كمان، ايه المشكله يعني؟ قال له لا، امال اهلك هم يهنوك؟ قال له عشان سميت الواد عيسى، هو مش فاهمين الرساله، انا مسميه عيسى عشان تبقى جمله من مبتدا وخبر، عيسى عبده. عيسى ايه؟ عبده، عبد الله ورسوله. اول طلع بيت النهارده قال لي بس اصبر على دي تاني محمد ما عادش هيجي هنا خالص. ربنا كرم محمد ومحمدين وحسن وحسنين وخلف في 6 عيال، وبعد كده الموضوع كوليرا ومات في الكوليرا. قبل ما يموت بقى بشهر جه ابوه قال له يا عبده انا يا ابني خسرت كل فلوسي في السوق، واختك مخطوبه وعرض الفيلا بتاعتنا للبيع والخطوبه هتتفسخ وهتبقى مصيبه. دخل خد كل تحويشه عمره اداها له. فمراته هاجت وحماه هاج وبتاع، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا يخافوا عليهم فليتقوا الله ويقولوا قولا سديدا. مش ده الاسلام. وهو مهما كان ابوه وربنا يقول صاحبه في الدنيا معروف. بعدها بشهر دي موضوع الكوليرا في الحرب العالميه ومات. ربنا كرمه بقى بجدهم الامام والخطيب ده، رباه وطلع الدكتور عيسى من رواد الاقتصاد في العالم الاسلامي، كل ولاده دكاتره ومهندسين وحاجه مفخره. وعنده كتب الدكتور عيسى عبد الجليل، هو اللي مؤسس بنك المال الفلسطيني، وكان منتدب في الامارات في السبعينات. كان الدكتور عيسى عبد ده يعني كبار رواد العالم الاسلامي. الشاهد مش عاوز اطول على حضراتكم، اللي عمل كل ده في ايه؟ الوضوء. ليه؟ لان ده اتوضى لاول مره في حياته وضوء مش الوضوء بتاعنا اللي انت تعلمته وانت صغير. فحسوا عاشوا نريد ان نكتشف الوضوء مره اخرى. تخيل ان سيدنا حمزه كده بيتوضى اول مره ويحط الميه على وشه. سيدنا عمر لما دخل كده يضرب اخته وقصه اسلامه اللي انتوا عارفينها ديت، وبعد كده هدوه وبدا يتعلم الاسلام واحده واحده. اول مره بقى يحط ايده على وشه كده ويتمضمض ويستنشق ويغسل وشه ويغسل ايده ويقول الله اكبر. كان احساس سيدنا عمر ايه وهو بيتوضا؟ ايه دي اللي احنا بندور عليها، دي اللي احنا بندور عليها. فالوضوء مدرسه مراجعه متواليه للنفس مع كل وضوء. توظف مع الاقل 5 مرات وضوءات كل صلاه، مع كل صلاه بتراجع ذنوبك، بتراجع اخطائك. فبقى ورد محاسبه وانت ما انتش واخد بالك. بقى ورد محاسبه ليك مع كل وضوء، انت بتستشعر الذنوب اللي نزلت من عينك مع اخر قطر الماء، والذنوب اللي نزلت اللي انت عملتها بلسانك. فانت بتراجع نفسك وانت بتتوضا، انا عملت ايه عشان ينزل بقى مع الوضوء ده، عملت كذا كذا كذا.
فبقى الوضوء مراجعة متوالية ملحة للنفس، تطهير لما قد يكون علق بها من أمراض الحياة وأوساخها وأوضارها. ده الموضوع على كده بقى أمور كتير. فيتميز به المؤمنون من غير المؤمنين والمتقون من غير المتقين. لذلك الوجوه المتوضئة تتميز. في ناس لما تشوفها تقول ده متوضئ، نور الوضوء باين على وشه. وفي وشوش لما تشوفها قلبك يقفش، ترهقها تراب المعاصي باين على وشه. الوضوء يغسل النفس والقلب كما يغسل الجسد والبدن، وهو ما لا يتأكد إلا بنية مضمرة في القلب. لذلك الوضوء من غير نية بإجماع أهل العلم يفرق عن غسل النجاسة. غسل النجاسة مش محتاج نية، إزالة النجاسة مش محتاجة نية، إنما الوضوء محتاج نية لأنه عبادة قلبية. فالبدء أهل لو واحد فينا جاس على رجليه او على هدومه غسلها او غسل او جت مطره كده مثلا مش محتاج نية، انما الوضوء لابد له من نية لانه عباده قلبيه، فلا بد لها من نية. واكبر دليل على ان شغل الوضوء على القلب مش على البدن بس، البدن ده تابع، ان في حال عدم وجود الماء احنا بنعمل ايه؟ نتيمم. فبتجيبوا التراب تحطه ماشي. يبقى الموضوع بقى مش موضوع نظافه شخصيه وبتاع، ولا حد بيجيب تروح ما تعرفش ولا ده نظيف يقول لك وش التراب بتاعك يغسله. بس الغسيل ده التراب ده هيكون مقام الماء ويغسل الذنوب والمعاصي اللي فين؟ اللي في القلب. فبقى عندي قناتين اثنين، قناه مائيه وقناه ترابيه، وبهما حياه الانسان. وبهما حياه الانسان. يا جماعه الميه اكسير الحياه. الماء اكسير الحياه، قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالقلوب تحت بالماء ايضا. خاصه اذا ذكر عليه اسم الله. اذا ذكر عليه اسم الله. في واحد انجليزي دكتور عامل رساله اسمها مسج فروم ذا ووتر، رساله من الماء. انتوا عارفين الكتاب ده كام صفحه؟ 3000 صفحه. واحد دكتور بريطاني عامل كتاب اسمه مسج فروم ذا ووتر، رساله من الماء، 3000 صفحه. فكان واحد من المساعدين بتوعه مسلم. واحد من المساعدين بتوعه مسلم، قالوا ما نعمل دراسه على ميه زمزم بالمره. طب ما تيجي نعمل دراسه لما نقول بسم الله على الميه. بيقول لما بقينا نقول بسم الله على الميه، بلورات الميه من جوه الكريستالات بتاعتها بقت تتناغم اول ما تقول بسم الله، وتبدا تتجزأ مع بعضها وتتكون مع بعضها وتعمل اشكال بديعه كانها اصول في الجنه تبارك الخلق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فيأتي اسم الله يبارك في الماء ويجعل فيه روحا غير الروح التي قد بثها الله فيه، فتأتي كل هذه الأرواح تتعالج مع روحك فتغسلها من أوضارها. تبدأ روحك إيه؟ تنضف، تتغسل. يا جماعة الروح لما بتيجي تطلع من جسد الميت الملائكة بتجيب لها إيه؟ كفن من أحفاد. الروح بتلبس وبتتغسل بشمس بحمام النور، والروح بتغسل بحمام
بحمام النور. لذلك سموه وضوء، جاي من المضاءة، جاي من الضوء، جاي من الضوء. نورهم يسعى بين أيديهم، نورهم يسعى بين أيديهم. فالوضوء رسالة لا سلكية إلى الله. التيمم شفرة تانية بنشتغل بقى لما الشفرة الأولانية ما تبقاش شغال، القلب نقط، القلب ايه؟ نقط. شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. مش كده السلف كانوا عايشين. سيدنا علي بن الحسن، ما كنا مع الحسن بن علي وغدا مع علي بن ايه؟ الحسن، كل حته كل يوم كده حته من البيت. فكان اذا توضا اصفر لونه وشحب جسمه وتغيرت هيئته. استعجل مش رايح يصلي، هو رايح ايه؟ يتوضا. فاذا سالوه عن ذلك فيقول اتدرون بين يدي من انا ساقوم؟ فده دليل على ان السلف الصالح كانوا بيعيشوا الصلاه مع اول لقطه من الوضوء. كان بيبدا يعيش معانا الصلاه ومش هو رايح المسجد، هو رايح ايه؟ رايح. لما تبدا المعاني دي بقى ترسخ في قلبك وتبدا تعيش معنى الوضوء الظاهر والوضوء الباطن، الوضوءين الاثنين مع بعض، تبدا بقى تكمل الكلام ده، تبدا تكمل الكلام ده. أن يكون وضوءك مسبوقا بسواك، مكلوبا برائحة عطرة شوية طيب كده، الموضوع بقى نور على نور. فيجي السواك مطهرة للفم ومرضاه للرب، ويجي بعد ما تتوضا بقى شوية طيب حلوين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ماذا قال أهل العلم؟ قالوا العامل المشترك بين الطيب والنساء هو الروح الطيبة والريح الطيبة. الروح الطيبة المرأة تشعر الروح الطيبة والريح الطيبة. فالريح الطيبة كما قال الإمام ابن القيم سبب لانشراح الصدر وقوة القلب واجتماعه، زائد انها تطرد الشياطين، وده باتفاق ان الريحه كويسه تطرد الشيطان. فيبقى انت داخل دلوقتي عندك هاله الوضوء مع هاله الريح الطيبه كده، 3/4 الشياطين ما بقوش حواليك. انت عامل لنفسك دلوقتي قلع حصن، فانت هتصلي في وسط حصن السواك مع حصن الوضوء مع حصن الريحه الطيبه مع حصن الجلابيه البيضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض وكفنوا في موتاكم. وفي الحديث الصحيح كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم البياض. كل دي بتاثر على ايه؟ على القلب، كل ده بيأثر على القلب. السواك مع الميه مع التراب في التيمم مع الريح الطيبه مع اللباس الابيض مع كل هذه الامور بتبدا تقويك وتبعد الشياطين عنك وتجمع قلبك قبل ان تقول الله اكبر. خلي بالكم يا جماعه من حاجه، ان قاعده ذكرها الامام القرافي من كبار ائمه المالكيه، قال ان الشيء اذا عظم شق الوصول اليه. لا حول شيء كله الشيء إذا عظم الشيء ده إيه؟ إذا عظم شق الوصول إليه. الحاجة الثقيلة مش أي حد هيجي يروح ياخدها. فبالتالي ما تفتكرش إن الصلاة وهي أعظم شيء في الإسلام هتمد إيدك كده تجيبها، لا، ربنا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة ربنا قال إيه؟ كبيرة. الصلاة كبيرة والوضوء كبير. فمثل هذه الأمور محتاجة معاني، محتاجة مجاهدة للنفس، محتاجة استحضار للقلب. وهتشوف دلوقتي ليه؟
نخلص من كده حاجتين: الوضوء، واحد عباده مستقله، اثنين تجميل وتطوير الصلاه. بس هو في حد ذاته ايه؟ عباده مستقله. ايه الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل الصالح. إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله. إيه رأيك؟ حاجة تظبطها، حاجة تتقنها، هتظبط عملك كله. هتبدأ بقى تلاقي نفسك بتدخل من نجاح لإيه؟ لنجاح، من فلاح لفلاح. خلاص شوفوا ليه؟ إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله. ركز، ده أخطر حاجة في الدرس. يصلح الله بها عمله كله. شيخ الشنقيطي قال له: إيه سر النبوغ المبكر ده؟ إيه سر الجمال اللي أنت فيه ده؟ إيه سر الفقه اللي بيخرج منك ده؟ قال: بالوالدين. بالوالدين. خصلة ربنا صلح بها حياتك كلها. إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله. واحد تاني يقول له: وانت حلاوتك انت بر والدتك ايه؟ يقول له: بسبب صلاتي. طب هو انت جايب الصلاه الجميله دي منين؟ بسبب الوضوء. طب انت تعالى بقى يا باشا. طب انت جايب الوضوء الجميل ده منين؟ بسبب الاستنزاء من البول. احد الاخوه يقول: والله اقسم بالله ان حياتي اتغيرت وصلاتي اتغيرت ووضوء اتغير ودنيتي كلها اتغيرت بعد ما بقيت اتحاشى رشاش البول في الحمامات السيراميك. لو واحد تبول عزكم الله وهو واقف مع الحمامات السيراميك دي لازم هيسول يقول وزاز. فوقع على اثر عن ابي موسى الاشعري انه كان يتبول في الشرب، يعني عامل لنفسه ازاز او كوبايه يتبول فيها. الاثر ده ثابت عن ابي موسى الاشعري. لما كبر مش قادر يقعد يحتاج ان هو يتبول واقفا، بقى يخاف من رذاذ البول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: اما احدهما انهما يعذبان وما يعذبان في الكبير، فاما احدهما فكان يمشي بنميمه واما الاخر فكان لا يستنزه من البول. وقال صلى الله عليه وسلم: ان عامه عذاب القبر من البول. فوقع على هذا الاصل قد بتستعمله، يا اما تبول وانا جالس يا اما تبول وانا واقف، عن طريق بهذه الطريقه بحيث المهم ما يوصليش اي رذاذ بول على هدوم وثياب. فجاه الصوت ده بالظبط، فجاه وضوء بدا لي معاني ثانيه، فجاه الدنيا اتغيرت معاك فوق جدا النفس. ان الخصله الصالحه تكون في الرجل فيصبح الله بها عمله كله. والنبي اداك خصله بقى كويسه، قال لك خلي بالك انت لازم تاخد بالك من السياق. قال: وطهور الرجل بصلاته. يقول لك الخصله اللي انت اظبطها يمكن ربنا يظبط عملك كله. وطهور الرجل بصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافعه. الصلاه كده زياده. وقال صلى الله عليه وسلم: ايما رجل قام الى وضوء يريد الصلاه ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع اول قطره، فاذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع اول قطره، فاذا غسل يديه الى المرفقين ورجليه الى الكعبين سلم من كل ذنب هو له. سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة. ركز في الجمله دي: كهيئات يوم ولدته. نعم، خرج من كل خطيئه كيوم ولدته. يعني انت كده بتحج ببلاش وانت ما انتش واخد بالك. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. يبقى انت بتتوضا
مع آخر غسلة لرجليك أنت هتخرج من كل ذنب هو لك. هتخرج من كل ذنب هو لك، وهتخرج من ذنوبك يوم ولدتك سواء بسواء كأنك لسه راجع من الحج. فإذا قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة. وإن قعدت طب صل عشان تعرف بقى هو إيه الموضوع ده مستقل. اتوضى ما صلاش، ما جاش وقت صلاه بقى، لقى نفسه بالليل كده عمال يتوضى من غير ما يصلي. قال وإن قعد، ركز، قعد سالما، يبقى الوضوء حماية من ذنوب المعصية. طول ما انت متوضع ربنا هيبعد عنك الشياطين، هتلاقي نفسك ما انتش محتوف على المعاصي. يعني كده الوضوء صيانه وحمايه للمسلم من المعاصي والذنوب. وان قعد قعده ايه؟ سالما. احفظ الجمله دي، وان قعد قعده ايه؟ سالما. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على وضوئه الا مؤمن. الحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة الباهلي. وعن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل نتناول، فجاءت نوبتي فذهبتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلى وجهته الجنة. تتوضأ تحسن الوضوء وتقوم تصلي ركعتين صح من غير ما تسرح، ربنا يهديك الجنة. خدوا ما أجود هذه، ما أجود هذه، إيه كمان ده كله. فإذا قائل بين يدي يقول واحد بين يديه كده وقال التي قبلها أجود، أنت جاي متأخر يا باشا، التي قبلها إيه؟ أجود، ده في حتة ده بقى أحسن من دي كمان، فأحسن من الجنة. قال فالتفت فإذا هو عمر. مين اللي بيقوله؟ مين اللي بيقول له التي قبلها أجود؟ سيدنا عمر. قال صلى الله عليه وسلم آنفا ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. اللي فاتت تقيل، عشان كده سيدنا عمر اللي بيفهم الملهم قال ده دي أبواب مين اللي قبلها ليه ومين اللي هيعرف يجيب الركعتين دول. هتصلي ركعتين ده تحدث بإيمان نفس. إنما دي سهل، ده أنت هتتوضأ وتقول الدعاء مش هتخش بس الجنة، ده ربنا هيفتح لك أبواب الجنة ليه؟ وهنا وقفة وهختم بيه عشان كده طولت عليها. إيه؟ قال يعني إيه يا جماعة فتحت له أبواب الجنة الثمانية؟ ما تيجي كده نشوف أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه صائمون فإذا دخل يقول أغلق ذلك الباب دونهم، يعني لا يدخل منه الصائمون. يبقى في باب الصائمين. الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة. والمتوكلون يدخلون من باب الجنة العلم. والجهاد من أبواب الجنة. فتلاحظ أن أبواب الجنة الثمانية هي 8 أعمال. أبواب الجنة الثمانية هي عبارة عن إيه؟ عن 8 أعمال. فكون إن حضرتك تتوضأ وتقول الدعاء ده هوت اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ربنا هيفتح لك أبواب الجنة الثمانية، فيفتح لك باب الوضوء تدخل منه زي ما أنت عاوز. باب الصيام، فالوضوء يعين على الصيام، الوضوء يعين على الصلاة، الوضوء يعين على بر الوالدين، الوضوء يعين على الجهاد في سبيل الله. يعني أبواب الجنة هتتفتح لك إزاي وأنت ما أنتش شغال فيه؟ وده معنى حديث
النبي صلى الله عليه وسلم ان خاصه الصلاه تكون في الرجل فيصبح الله بها على قول لا النبي قام جاي يديك بعدها خصله واحده الوضوء. ليه؟ ما انت لو اتوضيت صح وتطهرت صح وغسلت ذنوبك صح هيبقى سهل عليك الصوم، هيبقى سهل عليك تحج، هيبقى سهل عليك تجاهد، هيبقى سهل عليك تبر والديك. فالاعمال هتبدا تتفتح علما ان انت بمجرد ما تقول هذا الدعاء والتوب واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وتتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه، انت كده بلغت مرتبه الصديقيه. قال صلى الله عليه وسلم: ايكم اطعم اليوم مسكينا؟ فقال ابو بكر: انا يا رسول الله. ايكم اصبح اليوم صائما؟ انا يا رسول الله. ايكم عاد يوم رمضان؟ انا يا رسول الله. ايكم كذا ايكم كذا؟ قال ثم اجتمع الحديث اربع في مسلم الا ادخل من ابواب الجنه الثمانيه ايتها شاء. فاجتمعت في ابي بكر. فالعبد اذا وصل لدرجه الصديقيه فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. فتخيل ان الوضوء هو اللي وصلك لمرتبه الصديقيه. ليه؟ زي ما قلنا ربنا قال: وادخلوا الباب انت وانت بتتوضا تستحضر ذنوبك، انت كده دخلت من باب الايه؟ السجود. فبقى الوضوء مرتبط بالذل والانكسار واستحضار الذنوب اللي بتنزل من عينك وبتنزل من فمك ومن لسانك ومن ايديك ومن رجليك، فبالتالي الوضوء بقى جلسه محاسبه. فتورث الذل والانكسار، فتبقى داخل الصلاه منكسر. المعنى دي بتيجي ازاي بقى وانت متلهوج عاوز تحصل؟ قولوا قولي هذا استغفر الله ولكم فاتقوا الله.